شوربة عدس عمر ما حد عملها قبل كده، طريقة كده اخد عليها براءة اختراع. في البداية هنعمل العدس عادي خالص زي ما اي حد بيعمله، هننزل ببصل وجزر وطماطم وبعد كده نحط العدس ونقلبهم كده سوا مع بعض، وبعد كده ننزل بالمية السخنة والتوابل اللي كاتباها لكم دي ونقفل عليهم ونسيبهم يستووا، ونجيب سمنة او زبدة وعليهم معلقة توم مفروم وشوية زعتر، والخليط ده تدهنوا بيه اي نوع عيش عندكم، توست او عيش بلدي زي ما تحبوا، وبعد كده ندخل العيش الفرن علشان يتحمص. وبحب قوي اعمل تقليه للعدس بس بضيف عليها بصل، يعني معلقتين سمنه حلوين كده وعليهم بصله مفرومه ومكعب مرقه وتوم مفروم وكزبره جافه، ونقلبهم كده على النار. وبعد ما العدس بتاعي يستوي اضربه بالهاند بلندر او في الخلاط واضيف عليه التقليه دي، بتديله طعم حلو قوي. والاختراع بقى بتاعي كله هو في الكريمه، بس انا هستبدل كريمه الطهي خالص، وبديل كريمه الطهي هو لبن ودقيق وقشطه، بس انا هشيل الدقيق الابيض واحط مكانه دقيق البطاطس اللي اكتشفته من دكتور فودز. والبطاطس اصلا بتدي قوام كريمي لاي شوربه، ودقيق البطاطس بتاع دكتور فودز عباره عن بطاطس مجففه ومطحونه وبتضاف على المخبوزات او اي شوربه، فقلت بقى ليه ما استخدمش دقيق البطاطس ده كبديل لكريمه الطهي واضيف عليه اللبن والقشطه ورشه ملح وفلفل. وكميه كريمه البطاطس دي كلها ضيفوها في حله العدس او حطوا معلقه كبيره منها على طبق التقديم بتاعكم. طعم كريمه البطاطس وقوامها طلع احلى كتير من اي كريمه، ولما ضفتها على شوربه العدس بقت احلى من اي شوربه عدس تقليديه.